السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج فانتزي تيبس بالعربي. النهارده هنقول لكم مين اهم اللعيبه المحتمل تتالق للجوله 23 واهم اختيارات الكابتنه. يلا بينا. اول لاعب معانا هو محمد صلاح. محمد صلاح غني عن التعريف، راجل بقاله كذا جوله شغال وبيجيب نقط وبينافس على الهداف، واكيد غياب هاري كين ده هيديله دافع وحافز معنوي ان هو يسجل اكتر من هدف الجولات الجايه. ماتشه الجاي على ملعب الانفيلد قدام كريستال بالاس، وبالنسبه لاصابات كتير قوي اللي عند كلوب في الدفاع دي، هيحاول ان هو يهاجم على قد ما يقدر ويجيب اكبر عدد من الاهداف عشان خاطر يامن نتيجه الماتش. محمد صلاح ارقامه على مدار 22 مباراه سجل 14 هدف، عمل 8 اسيستات، 72 شوطه وخلق 47 فرصه. بالنسبه للناس اللي كان معاه هاري كين دلوقتي اتصاب، لو انت ما عندكش محمد صلاح ممكن تستغل الفلوس دي وتروح تشتري محمد صلاح مكان هاري كين. تاني لاعب معانا هو ماركوس راشفورد. واحد هيقول لي انت لسه قايل لي ابيع كين واشتري مكانه صلاح، طب هجيب مين مكان كين؟ هقول له راشفورد هو احسن واحد، سعره رخيص، فورمه حلوه جدا. سولشاير قال ان هو الاختيار رقم واحد بالنسبه له في مركز المهاجم. طبعا اللي متابع عارف ان راشفورد مكسر الدنيا بقاله 5-6 جولات من ساعه لما سولشاير مسك الفرقه. ارقامه على مدار 13 مباراه سجل 7 اهداف، عمل 7 اسيستات، شاط 39 شوطه وخلق 20 فرصه. راشفورد كان سعره تقريبا 6.9 اول لما سولشاير مسك الفرقه، دلوقتي سعره 7.5. اعتقد ان هو هيغلى اكتر من كده قدام لان ماتشاتهم اللي جايه سهله جدا. ثالث لاعب معانا هو راؤول خيمينيز. راؤول خيمينيز بيحب يجيب نقط قصاد الفرق الكبيره، بما ان ليستر سيتي فريق لسه كسبان الدوري من 3 مواسم، ممكن نعتبر ان هم فرقه كبيره وان راؤول خيمينيز هيجيب فيهم اجوان، ده شيء مش مستبعد وشيء وارد جدا. راؤول خيمينيز على مدار 22 مباراه سجل 6 اهداف وعمل 6 اسيستات، شاط 65 شوطه وخلق 23 فرصه. اوبشن كويس جدا ورخيص جدا، وماتشاته اللي جايه كلها سهله جدا، اشتريه عشان هتلاقي سعره غلي الجولات اللي جايه. رابع لاعب معانا هو كريستيان إريكسن. لو انت عايز تمشي كين ويكون عندك فرقه حد من توتنهام لان ماتشاتهم اللي جايه سهله، فمفيش حد احسن من كريستيان إريكسن، صانع العاب الفرقه، واعتقد مع غياب هاري كين هو اللي هينفجر وهو اللي هيحاول يقود الفرقه للفوز في اي ماتش. إريكسن ارقامه على مدار 13 مباراه 4 اهداف، 7 اسيستات، 32 شوطه وخلق 35 فرصه. ارقام تكاد تكون قليله، ولكن إريكسن الفتره الجايه الارقام دي هتزيد جامد جدا. الحق اشتريه 9.3، سعر رخيص جدا بالنسبه للاعب زي إريكسن. اخر لاعب معانا هو لوكاس دين. لو انت بتدور على بديل لالكسندر ارنولد فيه وبنفس السعر تقريبا، لوكاس دين ب 5.3. ارقامه على مدار 20 مباراه 5 كلين شيت، 3 اسيست، شاط 44 شوطه وخلق 41 فرصه. كمان هو في ميزه حلوه جدا ان هو بيشوط الضربات الحره وجايب 3 اهداف الموسم ده. الحق اشتريه عشان هيغلى اكتر من كده، ماتشاته اللي جايه سهله جدا. وبالنسبه لفقره اختيار الكابتن، فالكابتنه الامنه هتروح لمحمد صلاح، ماركوس راشفورد وبول بوج. اما بالنسبه للريسك، فلو عايز تريسك ممكن تكابتن ايدن هازارد قصاد ارسنال، او ممكن تكابتن اجويرو. الدور اللي فات قدام هدرسفيلد سجل فيهم هاتريك، فممكن الاسبوع ده ان شاء الله قدام هدرسفيلد ممكن يكرر هاتريك، بس في حاله ان هو لعب، عشان جوارديولا في الروتيشن ما بيتوصاش الصراحه، وانا بصراحه مش هقدر ان انا اقوله في الكابتنه الامانه لان احنا مش ناقصين خوازيق. كده يا جماعه خلصت حلقتنا النهارده. لو الحلقه عجبتك بقى ما تنساش لايك، سبسكرايب، دوس على الجرس واعمل شير عشان الحلقه توصل لكل الناس. لو عندك اي سؤال او عندك اي لاعب عايز تزوده على القائمه بتاعتنا ممكن تسيبه لنا في الكومنتات وهنرد عليك نقول لك راينا فيه. احنا موجودين على فيسبوك وتويتر وانستجرام، اللينكات بتاعتنا في السوشيال ميديا موجوده في الديسكربشن. تابعنا عشان يوصلك اخبار الفانتزي اول باول. نشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.